ولكن قل لقصت نفسي. الفرق ايه؟ خبثت وكلها على بعضها كده يا وحشه. فكده خلاص انت كده، طب هتستنى من نفسك خير فين بقى؟ انت كده خلاص انت يئست من نفسك. لكن لقصت ايه؟ غلطت. ايوه. فالغلط بيتصلح. لكن لما كل حاجه تبوظ مفيش حاجه تتصلح. لكن لما تغلط ممكن تصلح. فكره انه الانسان دايما لما بيشوف نفسه بيشوف ربنا سبحانه وتعالى، لان هي صله. انت هتشوف نفسك ضعيف، بس ده مش معناه انك تتكسر. ليه؟ مش عشان انت سوبر هيرو، احنا لسه قايلين، بس عشان انت عبد للقوي سبحانه وتعالى. فانت في اتصال ما بين صورتك لنفسك اصلا وادراكك ليها وادراكك باللي خلقك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. الاثنين جم مع بعض. انت تسويت وبعدين اتنفخت فيك روح ربنا سبحانه وتعالى. فانت بضعفك وكل حاجه، وبعدين مدده سبحانه وتعالى موجود. فهي دي اللي بتساعد انه فعلا لما بيبقى في خبطات نعرف تاني يعني ايه نتزن مرة تانية. طب ليه؟ لانه طبيعي ماشي انا اتخبطت ووقعت وغلطت وعملت ذنوب وبتاع، طب وبعدين ما هرجع للقوي سبحانه وتعالى. انا جاهل جاهل عادي، هتعلم، ربنا يعلمنا وهكذا. فدايما الصورة بتبقى اوضح لما تشوفي ربنا سبحانه وتعالى وتشوفي نفسك، فتبقى مدركة انه المدد للقوة ولكل حاجة منه سبحانه وتعالى، فتديكي قيمة لنفسك مختلفة تماما عن اللي انتي كنتي بصلها بيها.